وحشك الزمالك؟ يعني وحشك السسبنس؟ يعني ضربات القلب تزيد، يعني الادرينالين يطلع ويضرب في السماء؟ يعني وحشك تبقى قاعد على اعصابك لاخر دقيقه واخر ثانيه مش عارف ايه اللي ممكن يحصل مع نادي الزمالك؟ اول مباراه رسميه مع نادي الزمالك هذا الموسم في الدوري المصري امام سيراميكا العنيد. تعالى مع بعض ناخد جوله جوه دماغ يانيك فيريرا ونتوقع تشكيل نادي الزمالك لمباراه سيراميكا كليوباترا. قبل اي شيء اخويا الغالي اعمل لي شير وفولو ولايك وتعالى لي. تشكيل نادي الزمالك المتوقع انا شايف ان هو يبقى فيه كتير قوي من الحرس القديم، والناس متوقعه لعيبه جديده. انا شايف اللعيبه دي مش هتبقى لها مكان في اول ماتش زي ما الناس متوقعه، ممكن تبدا تاخد وقت من ماتش بس مش هتبقى اساسيه. الراجل هيعتمد على ناس كتير قوي من الحرس القديم، وخلينا نشوف. ده توقعي، ممكن هيطلع صح ممكن يطلع غلط. طبعا اول لاعب عندنا في حراسه المرمى محمد صبحي. محمد صبحي الحارس الموهبه، الحارس اللي لو اشتغل على نفسه اكتر من كده هيبقى الحارس رقم واحد في مصر. ناحيه اليمين طبعا لا غبار ولا جدال على عمر جابر عشان ما فيش غيره اصلا، حتى نادي الزمالك ما دعمش في المركز ده اصلا. حتى البدلاء بتاعت عمر جابر سواء احمد محمود طلع اعاره او مصطفى الزناري اللي كان بيلعب كتير قوي في المركز ده طلع اعاره، دلوقتي ما قدامكش غير عمر جابر وبيلعب كتير قوي ساعات في المركز ده. في حاله غياب عمر جابر محمد شحاته طبعا. طبعا قلبين الدفاع لا جدال ولا غبار على حسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش، ومعاهم اتنين بدلاء اقوياء قوي، صلاح الدين مصدق ومحمد اسماعيل لاعب القادم من زد. طبعا باك شمال يعني تقول محمود بنتاج ما فيهاش كلام ما فيهاش جدال، اسد الاطلس. ولما تقول محمود بنتاج يبقى فتوح احتياطي لمحمود بنتاج، يعني ده يبين لك قد ايه مع فرق الموهبه بتاعت فتوح ان هي اعلى من محمود بنتاج. بس ده الفرق بقى بواحد كده بالبلدي كده جاي ياكل عيش جاي يشتغل شايف شغله مجتهد. محمود بنتاج على راسنا يا ابني والله. نص الملعب لما تقول نص الملعب طبعا رقم واحد يجي في دماغك محمد شحاته. محمد شحاته هيلعب رقم 8 في نص الملعب، وهيلعب جنبيه 6 بقى مين يا اخويا؟ هو دونجا هيلعب 6 وجنبيه محمد شحاته، وقدامهم هيلعب 10 عبد الله السعيد. هقول لك بقى الجناح الشمال بنزا عمل ماتشات كتيره وديه كويسه مع المدرب يعني فيريرا، فهيعتمد عليه في الجناح الشمال. توقعي انا بقى يلعب جناح يمين، طبعا لسه اللاعب البرازيلي ما دخلش في الفرقه واتمرن وما حضرش معسكر، فمش هيبدا مع الماتش ده خالص ومستحيل، وتقريبا ممكن ما يخشش اصلا السكواد ده اصلا تلاقيه ما دخلش السكواد. طبعا انا متوقع ان هو يبدا بجناح يمين. توقعي ناصر ماهر يلعب جناح يمين، ويلعب بالمهاجم الصريح الفلسطيني الفدائي عدي الدباغ. ده توقعي لتشكيل نادي الزمالك، ممكن يحصل تغيير او اتنين خلينا نشوف، بس انا اتوقع ان ده التشكيل بنسبه 99.9%. ممكن الاختلاف الوحيد في اللي انا قلته يحصل في الجناح اليمين مع ناصر ماهر ما لعبش، بس تقريبا بنسبه 99% هو ده تشكيل نادي الزمالك. ان شاء الله نكسب ونرجع مع بعض فرحانين باول 3 نقط هذا الموسم. سلام.